3 4. مساء الخير. النهارده هنتكلم عن موضوع منتشر جدا ومنتشر جدا في الميديا ومنتشر جدا في السوشيال ميديا وفي الكلام في النوادي وفي المصايف والأعداد الخاصة، ألا وهو النحت الديناميكي، النحت 3D، النحت 4D. الحقيقة النحت حاجة جميلة جدا في جراحات التجميل، والحقيقة النحت ده بيخلي المرأة أو الرجل بيرجع لشكله الطبيعي بإجراء بسيط جدا، ألا وهو الشفط. النحت يعني بنشيل الدهون من أماكن اللي مؤرقانة أو اللي مضايقانا، وبنحط الدهون دي في أماكن تانية برضو مؤرقانة ومضايقانا بس بحجمها القليل. النحت هو بصورة أخرى هو إعادة توزيع الدهون في الجسم عشان يديك في الآخر الشكل الجمالي المناسب ليك ولحياتك والستايل بتاعك. النحت بيبقى عن طريق شفط الدهون، سواء من البطن أو الأجناب أو المؤخرة، أو وبعد كده إعادة حقنها في أماكن أخرى زي الوجه لو في ترهل في الوجه، أو في المؤخرة لو فيها ترهل، أو في الثدي لو في تهدل في الثدي أو سقوط في الثدي. إعادة حقن الدهون والنحت الديناميكي وهو موضوع مهم جدا، وموضوع الحقيقة واخد سمعة كويسة جدا، والحقيقة بيوصل الناس لاختلاف في اللايف ستايل بتاعهم، وان هم يرجعوا بثقة وجمال للحياة. وان شاء الله نكلمكم اكتر عن مواضيع تانية كتير في الحلقات القادمة.